لو عايز العميل يختارك حتى لو سعرك غالي، كمل معايا الفيديو. ناس كتير بتعتقد ان اللي بيخلي العميل يشتري او لا هو السعر. في الحقيقة الكلام ده غلط. اللي بيخلي العميل يشتري او لا هي التجربة اللي بياخدها، علشان العميل مش بيشتري المنتج او الخدمة، العميل بيشتري القيمة بتاعتهم. في علم التسويق في حاجة اسمها perceived value، يعني العميل بيقيمك مش على سعرك، هو بيقيمك بناء على الانطباع اللي هو اخده عنك واحساسه بقيمة المنتج او الخدمة اللي انت بتقدمه. علشان كده لو العميل وثق فيك، اخر حاجة هيفكر فيها السعر. ولو حس ان انت مميز عن اي حد من منافسينك، برضه هيختارك بغض النظر عن السعر. وعلشان الانطباع الاول يدوم، لازم يبقى التجربة بتاعت العميل معاك من اول مكالمة او من اول رسالة تكون كويسة، علشان انطباعه كويس يكمل على طول ليك. عشان كده في حاجة بنستخدمها اسمها anchoring effect. ده معناه ان القيمة اللي انت بتقدمها وبتعرضها للعميل الاول هي اللي بتخليه يحدد سعرك غالي ولا منطقي. فلو عايز العميل يكمل معاك بغض النظر عن السعر بتاعك غالي ولا لا، اشتغل على القيمة اللي انت بتقدمها مش على السعر.